السلام عليكم، معاكم طارق البدري. النهارده ان شاء الله بفكره بسيطه هنمنع الاصوات اللي بتحصل من البيبان واحنا ماشيين، الاصوات المزعجه، او لو حصل ان في بوش في الباب من كتر الفتح والقفل السكاكه بتاعت الباب بيبتدي يحصل فيها تآكل بسيط، فده بيعمل بوش بين الكالون والسكاكه. في عربيات بتبقى السكاكه بتاعتها نفس اللي موجوده في اللوجن، اللي هي بتبقى عباره عن صباع صغير في حرف الباب والكالون اللي بيقفل عليه. في انواع تاني من السكاكات بتبقى عامله حرف سي او مستطيل ناقص ضلع، بتبقى راكبه في الباب. دي بتحتاج ان انت تجيب خرطوم اللي بيتباع في محلات مواد البناء اللي هي الموانين. الخرطوم ده بيستخدم كميزان ميه، بيجي نفس القطر بتاع الجزئيه دي. السكاكه بتبقى في الضلع اللي هو الضلع ده اللي بيبقى واقف افقي، بتقطع على قد الجزئيه دي وتشق الخرطوم وتديله زي امير او سوبر جلو وتقفله بحيث ان الشق بتاع الخرطوم يبقى من جوه. الباب يفتح ويقفل على الخرطوم، ممكن يقعد معاك فتره كبيره يعني، انما ما بيبقاش مستمر زي الفكره اللي هنعملها في الجزئيه الخاصه باللوجن او العربيات اللي بتبقى على هيئه صباع. في اللوجن لو لفيت شريط لحام على الصباع مع الوقت في الفتح والقفل هتقطع، بتحتاج احيانا لحلول غير تقليديه، اللي هو ايه؟ انا في الحاله دي احتجت سرنجه او حقنه اللي هي بنستخدمها للمرضى، ربنا يشفي كل مريض يا رب. بتقص السرنجه دي سرنجه 5 سم، يعني لو حد راكب لوجن وعايز يجيبها دي 5 سم، بتعمل معاك 3 بيبان. الفكره كلها انك بتفك الصباع من العربيه بمفتاح ألانكيه، بتفكه، بتخرج راس المسمار من الجزء اللي هنحط فيه السرنجه، بنقطع بالظبط القطع اللي احنا بنقطعه بيبقى داخلي بين راس المسمار والورده الداخليه زي ما موضح في الفيديو. بتقطع وبعد ما بتقطعه بتركب ده بيخش بالظبط، يعني لما بتشيل السرنجه دي ده القطر ده بالظبط على قد القطر الخارجي بتاع الصباع بتاع الباب، فبيخش محكوم بالظبط. بترجع تركبه تاني وتقفل، بيبقى عندك السكنس اللي انت زودته يا دوبك ملي اللي زاد. مع الفتح والقفل بيمسك معاك ويبقى بيحكم الباب، الاصوات بتروح، وفي نفس الوقت الباب بيبقى مع المشي ما بيترجش، يبتدي يعمل تآكل تاني في الكالون. الفكره دي انا كنت عاملها في العربيه اللي انا قاعد فيها من 4 سنين او اكتر من 4 سنين، ومعروضه على القناه القديمه، لو حابب تبص عليها موجوده على القناه القديمه، ولحد النهارده مفيش اي مشكله خالص وما حصلش اي تآكل فيها، وهوضحها في الصوره هنا في العربيه. انا صورت لكم الفيديو قبل ما اعمل الموضوع، صوت العربيه وهي ماشيه والباب وهو واقف، لما تيجي تزق الباب بتلاقيه سايب معاك، وصورت بعد الموضوع ما خلص. فهي فكره بسيطه، السرنجه ثمنها 4 جنيه، انت بتحتاج 2، يعني دي بتعمل 3 بيبان، وبتحتاج التانية تاخد منها تعمل منها باب، وتركبها بالطريقه دي هتلاقيها منعت معاك خالص وما بتحتاجش اي حاجه تانية. فدي فكره بسيطه حبيت اوضحها للناس اللي عندها مشاكل في البيبان. لقيت ناس كتير على الجروب بتاع الرينو بتشتكي ان في اصوات مزعجه بتطلع من البيبان بتاعه اللوجن او اي عربيه من الرينو فيها فكره الصباع ده، او حتى العربيات الكوري اللي بتبقى شغاله بنفس الطريقه. بس كل الموضوع ان انت هتجيب السرنجه اللي تناسب القطر الخاص بالصباع، ولو القطر يناسب الخراطيم الخاصه بموازين الميه ممكن تجيبه وتركبها، بس بتبقى مع الوقت بتتقطع، لان الكالون في الداخله والخارجه هيفضل يعلم فيها لحد لما يقطع، فدي بتبقى انسب. فده كان كل حاجه عن فيديو النهارده. ليك استفسار سيبولي في التعليق وان شاء الله ارد عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.